تعالوا ايه نتكلم في الجد. اتمنى. بص يا اولاد، في شركه صينيه في مصر مقرها الطلبيه هرم، طلبه متطوعين يلبسوا لبس قرود ويتحبسوا جوه في قفص مع قرود حقيقيين وينقلوا معايشه القرود ليهم. ده ايه؟ مقابل مبلغ كبير قوي. وعلى فكره الموز والسوداني على حساب صاحب التجربه، يعني انتوا مش هتصرفوا مليم. انا مش فاهم حاجه. هو قصده ان انا ودكتوره ولاء هنلبس قرود ونعيش معاك في قفص فتره عشان ناخد وندي مع بس دي مش تجربه، دي حقيقه، ده حصل. ايوه صح، شوف لنا تجربه تانية. تجربه تانية. طيب تقضوا ليله لابسين خفيف في فريزر درجه حراره 24 تحت الصفر، وكل واحد ليه وجبه وعلبه عصير. واحنا ايس كريم ايه اللي قعدنا في درجه حراره سالب 24؟ لا بالعكس، انا شايفه ان التجربه دي حلوه جدا، حتى على الاقل تبين المشاعر البارده. بقول لك يا دكتور، شوف لنا تجربه تانية تهدي النفوس. ها، شوف لنا تجربه تانية. تجربه تانية. اسمعوا اغاني. احنا في ايه ولا في ايه؟ يا ابني التجربه كده، معهد التكنولوجيا للابحاث السمعيه ودي مقرها فيصل، طالبين ناس تسمع اغاني. بس كده؟ هي التجربه كده. يعني مفيش حقن هناخدها ولا هنشم غاز ولا هنقعد في قفص ولا الحاجات دي خالص، هتسمعوا اغاني بس. على فكره يا دكاتره، التجربه دي تبدو سهله. يبقى على البركه. وانا بعت السيفيهات بتاعتكم اهي. مبروك عليكم. سخن لكم القمه. مين اشطر واحلى دكتور؟ مين اشطر واحلى دكتور؟ يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، حضرتك كنت شطوره واموره كده. خلاص يا ماهي، المنجنيز اتحمص والتجربه بتتفنش. عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان التجربه نجحت واحنا نجحنا اخيرا. كده معناه كمان ان احنا هنبيع التجربه واخيرا مشروعنا هينجح. يلا اتكل على الله. ايه، امشي خلاص؟ لا يا دكتور، فنش التجربه. صح. لا استنى. في ايه؟ لا لازم نوثق. استنى. لا اللحظه دي ما بتحصلش كتير. يلا. لا، ما دام هتصوري يبقى تصوري صح، لايف. الله، وتكبس كبس كبس ونجمع ورد وقلب. ماهي بعد اذنك ما تحسسينيش ان انا واقف في المعمل مع ام خالد. استخدمي الصفحه اللي انا عاملها العلماء الثلاثه. لايف بعنوان تجربه علميه ناجحه. تجربه علميه ناجحه ان شاء الله. يلا جاهز؟ يلا 3 2 1 لايف. مساء الخير، والنهارده لايف جديد مهم جدا. النهارده تجربه بجد صعبه، احنا بجد تعبنا فيها قوي، احنا اتشحططنا. انا صاحيه النهارده من الساعه 9 الصبح. 9 الصبح يا بني ادمه، 9 الصبح. 9 الصبح صحينا النهارده. يا دكتوره يا عاقله، احنا بقالنا سنين يا جماعه شغالين على التجربه دي. وصحينا النهارده من 9 الصبح، معروف. بالفعل. والنهارده هنعمل اهم خطوه اللي فيها المغنيسيوم المتحمص هيقابل الكلوريد المستوي. الخطوه الاخيره. اتفضل يا دكتور، اتفضل. وصلنا يا ماي الملبن، البلدانيه بتولع يا ماي. الله يخرب بيتك يا ماي، احنا بنولع. انا مش شايف يا ماي، انا مش شايف. انت فين يا ماي؟ الله يخرب بيت شكلك، الله يخرب بيت شكلك. اهلا وسهلا دكتور مجدي. ممكن تعرفني بنفسك؟ حضرتك احنا فينا من بعض. نفس الانتنة. ايوه. انا بستشعر بيها الناس وانا كمان. طيب اتفضل. انا دكتور مجدي امال، كليه العلوم قسم الاحياء، واول دفعتي. لا ما تقولش، انت ابن الدكتور عمرو امان غول الطب البيطري؟ ده كان حبيبي يا راجل، حبيب قلبي. ممكن تسلم لنا عليه، اقول لك هات رقم وانا بكلمه. لا الحقيقه يعني انا كائن حي ووالدي كائن حي اخر تماما، فاحنا ملناش علاقه ببعض قوي. انفصام كتانوني. مالك؟ لا مفيش حاجة. طيب يا كائن يا حي بقى. ممكن تقول لنا ايه نوع المزيكا تحب تسمعها؟ لا الحقيقه انا مهتم بالعلم،
فلو في وقت فاضي احب اسمع محاضرات علميه، اسمع اقوال مقصوره، حاجات كده يعني. ايوه بس الكلام ده كده هيأثر على اختيارك للتجربه وممكن ما يتوافقش عليك. ما انا ما كملتش لحضرتك. انا الحقيقه متربي على الاستاذ سيد درويش، على الست ام كلثوم، على العندليب عبد الحليم حافظ. طبعا طبعا. بس يعني يا دكتور مجدي انا كنت عايز يعني مش دول، انا عايز الاقرب من دول بكتير، عايز اليومين دول. حضرتك بتسمع مين بقى اليومين دول؟ الابديت يعني بتاع الشباب. الابديت. بحب اسمع جدا استاذ هاني شاكر، استاذ محمد الحلو، استاذ محمد ثروت، بس اللي هو مش انا، لا مش ده. أيوة. محمد اللي هو بلدي اللي بيطرطش. ايوه اللي بيطرطش حضرتك. تمام. كده اقدر اقول ان بالنسبه لي حضرتك ابروفد معانا. شكرا. دكتوره ولاء، ممكن تعرفينا بنفسك؟ قبل ما اعرفك بنفسي، حضرتك مش ملاحظ حاجه؟ ايه؟ احنا فينا لون من بعض. فعلا فينا بينك من بعض. ده شيء جميل قوي. عارف ده يدل على ايه؟ اتفضلي. ده يدل على ان انا رومانسيه الطباع. طبعا. يعني انا دايما كميتي متلخبطه؟ لا خالص، بالعكس. دايما بتيجي كده على الاغاني الرومانسيه، وده بيبقى بنسبه 99%. يعني دايما كده في وقت فراغي بقعد اسمع وائل، كسار، كاظم، الساحر، فضل، شاكر. بالظبط. انت جميله جدا فعلا، رومانسيتك فائت الحدود. بس انا عندي سؤال، لو انا اديتك فلاشه فيها 32 جيجا فاضيين هتحطي عليهم ايه؟ هحط عليهم مثلا تجربتين 3. ايه؟ اغنيتين 3. اغنيتين 3. تقدر نقول كده يعني ايه اخر اغنيه سمعتيها ومزجتك كده من الناحيه الرومانسيه؟ ولا وعملوها الرجاله اللي هي بتشتغل في الماتشات. ايه؟ بس دي مش رومانسيه، بس نقدر نعتبرها محفزه للمشاعر. جدا. طيب عندي ليك سؤال بقى، وده هيبقى اصعب سؤال اللي هيبين قدراتك جدا. مين هو امير الغناء العربي؟ محمد هنيدي. ايه؟ محمد هنيدي؟ ايوه ده عندليب الدقي. لا، محمد هنيدي مش عندليب الدقي بس، محمد هنيدي يبقى امير البحار. انت شفته؟ شفته، ده انا عشته. طيب نقدر نقول كده ان انت بالنسبه لي ابروفد. معانا. اهلا دكتور طلعت. ايه ده غريبة، فينا نظارات من بعض. انت جايبها من عابدين برضو؟ ايوه من عابدين فعلا. اتشرفنا بيك. بداية خير يا فندم. طبعا. تقدر تعرفنا بنفسك يا دكتور طلعت؟ اعرفك بنفسي يا دكتور طلعت؟ حاضر دكتور طلعت. لا انا قصدي ما بعد طلعت. قصدك نبذة عن حياتي. مظبوط. أنا دكتور طلعت عصفور، كائن أرقى من البشر. أنا أعشق الهدوء، لا أحب الإزعاج. يعني أنا زي الطير، اديني مزيكا هادية وسيبنا طير. الله، ده انت كده دخلت قلبي من جوه يا دكتور. يعني كده طالما كده اسالك بقى سؤال واضح، ايه نوع المزيكا اللي انت بتحبها بالظبط؟ أنا أعشق مزيكة موكب المومياوات. ايه؟ موكب المومياوات. هيلو بيلي. ايوه بس دي كانت هولوغريفي. أيوة، ما أنا جدودي فراعنة، أنا جدي اللي ملحنها على فكرة. جدك نادر عباسي؟ هو نادر عباسي؟ ما أنا من الأسرة العباسية. لا واضح انك من الاسره العباسيه فعلا. لا ما تزعلش يا دكتور، جرى ايه؟ احنا كلنا عباسيه زي بعض. حضرتك يا فندم انا حبيتك لله في لله والله. حقيقي، وانا كمان حقيقي فعلا. طيب تقدر تقول لي بقى ايه نوع الاغاني اللي انت بتفضلها؟ بص يا فندم، هو نوع الاغاني غير شخصيتي خالص. يعني انا راجل عالم، بس بحب اسمع الاغاني الشعبي البسيطه. يعني احب اسمع شفيق جلال، شفيقه اللي هي جاي بتشكي ولا بتحكي. جاي بتحكي. حضرتك اسره عباسيه يا فندم. الاسره العباسيه زي بعض. واضح يا فندم. عارف يا فندم، من كتر حبي في شفيقه وانا صغير ماما كانت عايزه تسميني ايه؟ ايه؟ آسر.
آسر إيه العلاقة؟ ان ماما كانت عايزه تقصرني ليها، انما بابا كان عايزني اطلع ليه، عشان كده سماني طلعت. ايه علاقة ده بالغنى وحبك للغنى؟ لا مفيش علاقه، انا بس ارتحت لك قلت افضفض معاك. عباسية بقى زي بعض. تمام. تقدر تقول كده يا فندم ان انت بالنسبة لي ابروفد. ليه يا فندم ابروفد ليه؟ انا جاوبت كل حاجه صح وضحكتك. ايوه، ما ابروفد يعني اتقبلت معانا. ابروفد ده بالانجلش. اصل انا فرنش. يبقى ابروفي. اوكي. جو مابيل يا جو فندم. مابيل، جو مابيل. أبروفي-موا. بوبو. بوبو. صراحة أنا سعيد بيكم جدا. كشباب بيعشق العلم والتجارب والموسيقى. والله احنا اسعد يا دكتور، بس الحقيقه انا بدات اتوتر. لا ليه تتوتر؟ ليه ما تتوترش خالص، ده على العكس انتوا كلكم ابروفد، نجحتوا في المقابلة الشخصية. احنا متحمسين جدا وكلنا اذان صغير للموسيقى. ده شيء جميل جدا. بالنسبة بقى لملفاتكم الشخصية، بناء على البحث اللي تم على كل ملف شخصي، هنسمع كل واحد فيكم نوع معين من الموسيقى لمدة 72 ساعة. ايه ده 72 ساعه نسمع موسيقى؟ ليه 3 ايام يعني؟ ايه الفراغ ده؟ ده مش فراغ، ده تكنيك علمي سليم لمعرفة تأثير الموسيقى على سلوكك وشخصيتك. سلوكك وشخصيتك ايه؟ احنا علماء يعني، الوقت من ذهب. ايه اللي نقعد 3 ايام نسمع؟ لا 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 لا، مش موافقين على التجربه دي. توت امون رع. عباسية. خلاص مفيش مشاكل. خسارة، لأن أنا بصراحة كنت ناوي أدي لكل واحد فيكم يخوض التجربة ويقعد 72 ساعة يسمع المزيكا، حوالي 40,000 جنيه. ايه؟ 40,000 جنيه؟ طب ليه 3 ايام؟ ده قليل قوي، الوقت بيعدي هوا. ما تخليها اسبوع. او قفلها 10 ايام ونقفلهم 50 لكل واحد. يعني انتوا هتسمعونا موسيقى وتدونا قدامها فلوس؟ طبعا. والله يعني احنا شكلنا كده هيبقى في بينا كيمياء حلوه. ومش أي كيمياء، دي أحلى كيمياء. أستأذنكم بس كده، هنمضي على شوية العقود دي زي ما تقول كده، يعني إيه، علشان أضمن سريان التجربة ماشية زي الفل ما فيهاش أي أخطاء. هيبقى فيها بس كده يعني إيه، شرط جزائي مبلغ بسيط كده، 200,000 دولار. ايه ده؟ ايه الرقم ده؟ ايه 200,000 دولار ده؟ ما نزلش السوق الرقم ده. ليه يعني 200,000 دولار؟ جرى إيه يا دكتور طلعت؟ من حقي أضمن حقوقي زي من حقكم تضمنوا حقوقكم. بيقول لك هنسمع موسيقى وهناخد فلوس. مين ده بس اللي هيرفض؟ اكيد كلنا موافقين. تمام، اتفضلوا. ادي لو سمحت، انا خلصت، ممكن ورقه تانية؟ هو احنا في لجنة؟ معلش، اصل انا كده دايما اخلص اول واحد.